عسلامة ومرحبا بكم في قناة سفرة طيبة. اليوم كما لاحظتوا باش نهزكم معايا للمطبخ الصيني نحضروا مع بعضنا طبق حوت في الفور ونرافقوه بخضرة بصوص صوجا سوتيه وبطاطا سوتيه. فجربوه خلوا لي تعليقكم، ما تنسوش تشتركوا بالقناة باش تشجعوني وما نطولش عليكم، نخليكم تكتشفوا المقادير وكيفية التحضير. فنسحقوا كمية من الحوت، ثوم، زنجبيل وهريسة، صوص صوجا، قارص. فنبدو نخلطوا المكونات: زوج فصوص ثوم مع شوية زنجبيل مع مغرفة صغيرة هريسة، مغرفة كبيرة قارص، 3 مغارف صوص صوجا. نخلطوا المكونات الكل باش نفوحوا بيهم الحوت، ونكونوا نظفنا الحوت متاعنا من برا ومن داخل، عملنا فيها شقوق هذوكا باش تتفوح وتاخذ المطعم مليح الحوتة متاعنا. كما تشوفوا نظفناها حتى من الداخل، ونبدو نفوحوا الحوت متاعنا. بالطريقة هذه بشوية بشوية حتى وما ننسوش من تفويحها من الداخل. حتى نكملوا كمية الحوت كل، ونخلوها ترتاح الحوت متاعنا اقل حاجة نص ساعة باش تتشرب المكونات الكل. بعد ما توفى المدة اللي خليناها ترتاح، نفرشوا البابي سلفيريزي ولا ورق الزبدة في الطبق اللي باش ندخلوه للفور. نجيبوا الحوتات متاعنا نحطوهم في الطبق ونسخنوا الفور على 180، وندخلوا الحوتات يطيبوا. وانا باش نرافقها مع خضرة سوتيه بالصوص صوجا، فنسحقوا البصل مقصوص، شوفلور، سفناريا، وشوفلور وسفناريا سمطهم من قبل شطر طياب، والبروكولي نخلوه ني معهم شوية ثومة. نسحقوا زادة الزيت وزبدة، زنجبيل، فلفل اكحل، والملح، والصوص صوجا. فنبدأ على بركة الله نحطوا البصل والثومة يتقلوا في الزيت والزبدة، نحركوهم بالطريقة هذه. ونزيدوا لهم الشوفلور اللي هو البروكلو والسفناريا، نحركوهم كما تشوفوا، ونزيدوا لهم البروكولي. نخلوهم يطيبوا شويه، ومن بعد نزيدوا لهم اللفاحات نتاعهم، ملح والفلفل الاكحل والزنجبيل. نحركوهم ونخلوهم يطيبوا بشويه بشويه، كل مره نتفقدوهم ونشوفوا اذا البصل طاب عنا ولا. يطيب عنا البصل والبقية الخضرة معنا سيقرب باش تطيب، نزيدوا لها 2 مغارف كبار من صوص صوجا، نحركوهم ونخلوهم حتى لين يتشربوا الصوص صوجا متاعنا ويشيحوا ويطيبوا. نتأكدوا انه الخضرة الكل شرب الصوص صوجا، ونتأكدوا اللي هما طابوا الكل. فنحوهم من فوق الغاز، نخلوهم على جنب، ونبدو نحضروا البطاطا سوتيه. فنسحقوا الكمية من البطاطا اللي قصيتها بالحجم هذا، راس بصل قصيته جوانح،
ومعدنوس مقصوص. حاجتنا زادة للملح والفلفل الكحل، ونجمو نستعملو كليل ولا زعتر، وانا نسحقو الزيت جست للنكهة الزعتر والكليل. فعلى نار قوية نحطو في التيفال شوية زيت، نخلوه يسخن بالكدا، ونرمو فيه البطاطا. وهنا ركزوا معي على الزيت، لازم يكون على نار قوية. نحركه بالطريقة هذه، ما نخافوش باش ما تتعجن بالكش يتعجن لنا البطاطا، هنا ما يتعجنش. نقعدوا نحركه، نغطوها شوية، نعاودوا مرة أخرى نحركه. ونخلوها حتى لين تبدأ تحمر عنا البطاطا. كل مرة نقعدوا نحركه حتى نتحصلوا على النتيجة هذه متاع البطاطا، تكون تبدأ تحمر شوية. توا نزيدو لها البصل. البطاطا يلزمها ديما تكون على نار قوية، ما نقصلهاش. نزيدو لها البصل ونحركو. نحطو لها شوية ملح والفلفل. هنا نبدو نقصوا لها الغاز، نحطوه على نار متوسطة يعني. نخلو حتى لين تطيب عنا البطاطا والبصل كما تشوفوا معايا. هنا البصل طاب، فنحط له المعدنوس. نحركه حتى لين تطيب عنا المكونات الكل. ونحطو البلا متاعنا، نبدو نحضرو حتى يتاكل حداد طابو بطاطا والخضرة متاعنا سوتي. وهذا البلا كيفاش قدمته، ان شاء الله تجربوه. واذا عجبكم ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتبارطاجيوه مع اصحابكم واحبابكم. والى اللقاء في وصفة اخرى.